مميزه لكلا الفريقين. خطيره خطيره جدا، خطيره. اوه اول الاهداف يا كوره، يا فيها شيء من الرعونه من خط الظهر، الضغط على حارس المرمى راشد علي. شوف رجع اسم الكبير جدا في عالم كرة القدم الأفريقية والعالمية. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، التحامات بدنية قوية جدا. إن شاء الله سلامات. الحمد لله، هي ما فيهاش راس في راس. عنوانه لمسة على طول لنصر حسين داعي في نص الملعب. التحامات بدنية لكن سرعان ما يتم ضبط الإيقاع. تهدئة من بالعويدات محمد الهادي، وكارت مباشر لسباستيان تيجالي. سوء سلوك، خد باله حكم اللقاء. لا طبعا لا يا سباستيان، كمان مرة لا يا سباستيان، لا يا تيجالي. حمرة طبعا، دي ضربة الرجل دي حمرة يا تيجالي، بطاقة حمرة يا تيجالي. ترقيصة حلوة مصرية إلى النادي الأهلي، وأدي الترقيصة الحلوة الكوبري زي ما بنقول باللغة المصرية من ميدو جابر. يدي السيطرة والاستحواذ عند عدي زهران، والتمريرة الأمامية محمد نجيب يحطها في مكان خطير، وادي جول 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 جول. هدف أول لمصلحة الزعيم عن طريق يوسف الرواجدة. استغل صار الزعيم والنسر الأخضر. بص شوف الخطأ، وادي يوسف الرواجدة على طول يستغل. شاهدة على فرحة أولى لفريق النصر. ربما يأتي تعادل. أحمد زريق حكم اللقاء كل شيء. يسدد زريق في محاولة تعديل النتيجة، ولكن في المكان اللي يتواجد فيه وليد عبد الله. كرة خطيرة تبدو في صناعة شيء، ولكن إبراهيم ديوب يمرر إلى محمد حيدر، منه إلى حسين شعيتو، وكرة مسددة ولكن علت فوق عرضة حارس المرمى. على ما يبدو أن هناك جديد حدث في كرة سقطت من يد وليد عبد الله. نتابع في لقطة الإعادة. كرة مسددة هنا، وليد عبد الله يتفلسف، ولكن جاء السنغالي خطف الكرة من أمامه. حكم اللقاء كل شيء العراقي علي صباح، ولكن حتى الآن غير قادر أي فريق في أن يصل، ولكن هنا يصل لفريدي من خلال عوض خميس. لفريدي دخول، يعدي، يمر، يحضر شيري. الله على هدف. ها هي خارطة الطريق، ها هو العالمي. حضر الفيلسوف العازف، حضر لفريدي مع حضوره المميز. نعم، افسحوا له المجال، وسعوا له الطريق. ها هي خارطة الطريق اكتشفها في هذه اللحظة. اللعب ناحية اليمين عند حازم إمام، السرعات لنادي الزمالك. حازم، وادي العرضية عند شيكا جول. الإعادة اللي احنا مستنيينها، حازم إمام يلعبها لشيكا، ممكن من لمسة واحدة، لكن المهارة موجودة والثقة موجودة والشومة موجودة في المرمى. هدف تاني للزمالك، هدف تاني لشيكابالا. حلوة اللقطة. طالع دياكيتي وطالع ابراهيم البحراوي، تتلعب على الارض الاماميه من ايوب، ولكن تترد من محمد مجدي. لسه الخطوره. جول اللاعب الايفواري بيسجل للمره الثانيه. لامين دياكيتي عشان يبقى اول لاعب يسجل هدفين في البطوله العربيه في هذه النسخه. تترد. ادي كاونتر اتاك، الهجمه المرتده تتعمل لصالح السدير. صالح السدير امامنا، الفرصه والعرضيه خطيره، ممكن التسديده. جول. يا ولد قلت من البدايه فيها تسلل. ادي هنا امامنا المساعد الثاني خالد سليمان الليبي بيقول فيها تسلل، لكن زي ما قلت اللاعب اللي قدامنا ده اللي كان امامنا على الشاشه صالح سدير لما بيكون في حالته بيخرج كرات من ذهب. اكثر المسددين على ارض الملعب واكثر الخاطرين، ما فيهاش اي تسلل بالمره، ظلم كبير. شعلالي، ادي تمريره حلوه، فرصه جول. ولسه خطيره، ويطلعها نبيل عباس من على خط المرمى. وادي هنا امامنا سقوط للحارس بالتاكيد، يوقف اللعب الحكم طبعا لغفري ابو شعاب، وسقوط كان تدخل عنيف ما بين طه الخنيسي وجلال حسن، يعني الحارس بطل لهذه البطوله والعوده للالقاب العربيه. شوف امامنا الهجمه، شوف التمريره يا ولد، تشيب باص برضو معمول زي ما الكتاب بيقول، لكن طولها زياده، محتاجه لمسه واحده من تحت قدمي الحارس جلال حسن من جانب طه ياسين الخنيسي. ولكن السعودي الى الهلال
عام 2016. ادي تحرك بدون رايه ولا صفاره وعدى حلو ونقدر نشوف جول 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 جول. هدف اول، هدف اول ولدغه اولى من الموج الازرق ومن الزعيم. هدف عن طريق اللاعب ناصر الدوسري احد المواهب الشابه. ولكن بص شوف الحكايه، وادي ناصر ما فيهاش رايه ولا صفاره وعمل ترقيصه هي المطلوب. والطموح حلم مسموح ومتاح للجميع. ادي كره مره تانية، ولكن يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد متعب المفرج يعمل نزل، ما كانش فيها لا رايه ولا صفاره، هرب بشكل جيد بكري المدينة حتى الآن مصدر الإزعاج ومصدر الخطورة العقرب. لكن خياله هو لازم يكون موجود في الملعب لحد آخر لحظة يرتدي فيها فانيلة النادي الأهلي. طولية ملعوبة، غالي مش أوفسايد، غالي مش أوفسايد. حسام جول 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 تاني، جول تاني، جول تاني. الكابيتانو عمره ما كان خطوره. محمد فوزير بينياته في منتهى الخطوره. ابراهيم البحراوي يحط كره على الارض. ادي المهاره، هنشوف حكم اللقاء مدي ايه ومدي ضربه جزاء بعد اشاره الفلسطيني امين حلبي. استنى يعني انه يزود الفارق. ادي المهاره، ادي اللاعب نوفل الزرهوني جاي من الشمال. بصوا حضراتكم قطع ازاي البينيه ما بينه وما بين وليد عبد الله. فوزير وجول. مش الثقه في فوزير. البينيه لامين دياكيتيه، الاختراق ممكن من ناحيه شمال، عنده سرعات الافواري والدفعه موجوده. وحكم اللقاء ضربه جزاء كلاكيت تاني مره بالتخصص عمر هوساوي. الدفعه موجوده في ظهر دياكيتيه اللي سبق سنه، اللي حط كتفه سنه وبياخد ضربه جزاء ما بيترددش. حكم اللقاء في احتساب ضربه الجزاء ادهم مخدمه الاردني فوزير وليد عبد الله. والثانيه في هذا اللقاء فوزير على يمينه المره دي. الجماهير بتتكلم وكرة خطيرة وجول، كرة خطيرة وجول في ظل هتاف الجماهير، في ظل 80. بص شوف الحكاية، ادي حسين دقيق وادي من الاداء ورئيس مجلس ادارة نادي الزمالك. عدلي بالفرات ابراهيم بايش، كرة في الجهة اليسرى، تقدم مؤيد، هنا عرضية العجان والهدف الاول. الهدف الاول يضيع من تدخل وانقاذ لكرة اللاعب زياد احمد. ضل ناصر المهيني كان على الصورة من لحظات. هنا اعادة كرة الهدف الاول اللي ضاع من لحظات. كرة عدت ومرت من الحارس ولكن يتألق ربما يكون القحطاني وحارس المرمى جلال حسن. وكرة مسددة، تعادل. الله على الزعيم القحطاني، سدد كرة ثابتة يكملها في المرمى، هو من اسكنها. ها هم اشبال الزعيم السعودي يتألقون. عبد الرحمن اليامي يفعلها، كرة مسددة من على خارج حدود منطقة الجزاء ومن مسافة قرابة 26 متر تقريبا. كرة ارتطمت بالعارضة، عادت ووجدت من مهدي الجيلاسي على طول بيطلع الكرة إلى خارج الملعب علشان تبقى تماس. أدهم مخدمة حكم اللقاء بيوقف اللقاء صاحب سلامات لحكم اللقاء. بالنجوم، كل النجوم في القارة السمراء والقارة الصفراء، قارة أفريقيا وقارة آسيا. بنفسه كرتين ثابتتين. انطلاقة في اليمين أنس، كرة ومحاولة عند لاعب نايف كريري ناحية اليمين. نايف هنا أمامنا عرضية في اتجاه اليامي. الهدف الثاني يفعلها الآن فريق الهلال السعودي. الزعيم يتجرأ أشبال الزعيم من خلال عرضية نايف كرير كما نتابع هنا في اللقطة في الصورة. نايف كريري يعمل الكنترول، يحافظ على الكرة. الكابيتانو على الأرض، صالح جمعة لوليد أزارو، الخطورة من وليد، وادي العرضية تعدي المتعب، عمرو بركات، جول عملها بركات، عملها للمرة الثانية، بديل ناجح 10/10.
عمرو بركات والفرحة دي بطولة ودية، مش ممكن تكون دي بطولة ودية. الفرحة عالمية، الفرحة عربية، الفرحة أهلوية لصالح عمرو بركات، لكن اللمسة من عماد متعب خلص اللقاء. بركات خلص اللقاء. ادي اللمسة صالح جمعة توصل عند وليد أزارو. عماد متعب يا سلام على اللمسة يا عماد، يا سلام على اللمسة يا عماد. لو ما سكتش بيدافع عن مرماه. خطيرة الكورة في وسط الإعادة، في وسط الإعادة كولينز يخطف نقاط المباراة. هاتف شمران، هارد لك هاتف شمران نفط الوسط، وبلا أي مشاعر، بلا أي مشاعر. كرة القدم زي ما بقول لحضراتكم. ادي طبعا ده كولينز رقم 9 كليتشي، أسنوا كليتشي ضربة راس كليتشي وهو واقف. بقى ده كلام يا راجل. وعدت حازم سدد يا حازم. كل الجمهور بيتفاعل مع كل كرة لحازم امام. عرضية بتسديدة قوية تعدي. لو كانت اقوى من كده. امامنا هنا مهزوز من البداية. متعب شرحيلي قلنا مش هو الحارس الاساسي، 24 عام صغير السن، يدفع به في هذه المباراة في التشكيلة الاساسية. وادي امامنا عامل مباراة حلوة. مرة تانية كورة عرضية ودراسية. جول هدف التعادل كان خارج. وادي اللقطة من البولندي لوكاس سيمون بيعود في الدقيقة 76 ويضع هدف التعادل للفيصلي الأردني. وبهذه النتيجة الفيصلي الأردني يبقى على صدارة المجموعة ويلغي كل الكلام وكل الاحتمالات، ويبقى الأهلي ونصر حسين داي يتنافسان على البطاقة الثانية وعلى أفضل التواني. ولكن بص شوف الكرة العرضية وكان خارج من مرماه الحارس سعيد المسماري. علشان كده مرة تانية عدي زهران كرة متسقطة ولكن من القلب بيشيل عبد الرحيم. ودي فرصة خطيرة جدا جدا. وأكرم زوي يحقق العلامة الكاملة، المهاجم الليبي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. أكرم زوي يقتل اللقاء ويحقق ال3 نقاط والعلامة الكاملة للزعيم علشان تعتلي الفرحة والسعادة مشاهدينا في ملعب السلام وفي جانب أنصار الفيصلي الأردني بتقدمهم واستمرار تفوقهم في منافسات المجموعة ولكن بص شوف أكرم زوي بيواجه الترجي التونسي مشاهدينا في أولى مواجهات السيمي فاينل في البطولة العربية رقم 27. الهداف والمهاجم أكرم زوي وأنصار ومشجعي الأردن، وطبعا بيعمل الكفرنج بشكل جيد وبيعمل التغطية الدفاعية بشكل جيد. ادي كرة مرة تانية وبيلعب فلات دفاع الترجي التونسي، بيلعبوا على مصيدة التسلل. ودي عرضية حلوة ودي فرصة جول وهدف عن طريق عبد الرحمن اليامي اللي بيقدمنا لقطة وراسة جريزمان بيحط هدف التعادل في الدقيقة 49 علشان ردة الفعل مشاهدينا من جانب الزعيم والموج الازرق المصري عن طريق الهداف عبد الرحمن اليامي. ادي التقدم وادي عرضيه نايف كريري. ادي الكوره عدت من الايسر ابراهيم جعفر، لمسه على طول لابراهيم، لعيب عنده مهارات برضو. ابراهيم برافو ابراهيم، شوف مهارات وكورته تحت رجله يحاول يحافظ عليها لكن على طول اصطدام يعني ملوش داعي. ابراهيم دخل كمل في كورته واصطدام هنا واصطدام هنا. صالح بيتكلم ازاي ضاعت. ادي المرور ده تدخل قوي على ابراهيم. عدى ابراهيم جاله كواسي وابراهيم بيقف على الكرة وكواسي بيقف على الكرة. ايه اللي حصل؟ ادي طبعا كواسي اصابة سلامات، اصابة على مستوى الركبة. والمنظر ده طبعا كلكم عارفين الاصابة دي بتبقى ايه، لكن نتمنى له تكون اصابة بعيد عن اللي بالي بالكم، الاصابه اللي بالي بالك. ناحيه الجانب الايمن
لدى عدي زهران. محاولة مرور عدي، يمر عدي، يقترب من حدود منطقة الجزاء، عالية في منتهى الخطورة، والهدف الأول، الهدف الأول لفريق الفيصلي الأردني مع الدقيقة 26 وبضربة رأس عن طريق السنغالي دومينيك مندي على يسار حارس المرمى محمد الشناوي اللي يتقدم ويفتتح النتيجة. وها هي فرحة نيبوشا يوفوفيتش وفرحة الجماهير الأردنية، جماهير النشامة بتقدم الزعيم، بتقدم النسر الأزرق بهدف يسجل عن طريق رأسية اللاعب دومينيك من عرضية اللاعب عدي زهران، يرتقي فوق جميع المدافعين غير الهدف وفرص حقيقيه لم تكن خطيره. عادي امامنا البينيه حلوه في قلب الدفاع وتدخل موجود وركله جزاء. طه ياسين الخنيسي امامنا الهداف الخطير، طه ياسين، ايمن مجيد وطه، والهدف يا ولد يحطها ارضيه متقنه وينجح. الخطير هو الخطير الكبير، اخطر لاعبي الترجي المكشخه يقسو في هذه اللحظات على اتحاد الفتح الرباطي، وينجح طه ياسين الخنيسي في انجاز ركله الجزاء في الدقيقه 95. ينجح من ركله جزاء مع طرد هذا اللاعب الذي يظهر امامنا على الشاشه محمد فوزيرة. على فكره مش من حقه انه يكون موجود على دكه البدلاء، لازم يكون بره خارج حدود الملعب تماما، وده دور الحكم في اللقاء الماراثوني امام الاهلي. سجل فيه وليد ازارو هدفه الاول مع النادي الاهلي. هجمه النادي الترجي ناحيه الشمال، ممكن التسديده، جول جول. صاحب ال 23 عام سجل 24 هدف في الدوري التونسي في 100 لقاء، وشارك في 6 لقاءات في دوري ايضا. اللاعب غيلان الشعلالي كان عنده فرصه في الشوط الاول. غيلان الشعلالي سجل هدفين في الدوري التونسي من 49 لقاء. هل يسجل غيلان الشعلالي في النهائي؟ هل يسجل هدف ثاني في هذا اللقاء؟ سابها غيلان الشعلالي، وهذه التسديده حلوه حلوه حلوه. هدف ثاني، هدف ثاني، هو مباراته خلاص. سعد بجير النجم، الخبره في الشوط الثاني تكسب. يا سلام يا سلام على القوه، يا سلام على الركنه، يا سلام على الحلاوه. دافع فقط، وادي انذار للاعتراض لابراهيم الزواهره. اللاعب غيلان الشعلالي كان عنده انذار. نادي الترجي مركز اكتر. الكره الاماميه فرانكوم، ما فيش اوف سايد. فرانكوم جوه 18، فرانكوم والعرضيه جول جول. واعتراضات بالجمله، اعتراضات بالجمله على ابراهيم نور الدين، لكن فرحه تونسيه بهدف ثالث في هذا اللقاء. التركيز كان اكتر من قبل نادي الترجي، لعبوا على الهجمه، لعبوا على السرعه في الاداء، خطفوا هذه الدفعه وادي الدفعه وادي الدفعه. مشهد ما نحبش نشوفه. ابراهيم نور الدين يبحث هنا عن الدعم. ابراهيم نور الدين في اللقطه اللي فاتت، وتهور من احد افراد الجهاز الفني لنادي الفيصلي الاردني. كان في طرد يوفوفيتش، لكن الفرحه بالهدف الثالث لنادي الترجي التونسي. عايزين نشوف اللقطه مره ثانيه. هل كان فيها اوف سايد؟ اتلعبت بسرعه الكوره، الارتداد، فرانكوم من ناحيه اليمين لعب العرضيه. هل شمس الدين الزوادي؟ ادي فرانكوم وادي العرضيه. مفيش اوف سايد هنا، مفيش اوف سايد هنا بالفعل. شمس الدين الزوادي 9 اهداف في الدوري التونسي وهدف في نهائي البطوله العربيه. الفيصلي وادي دلدوم قام اللاعب الباك الشمال. هنشوف قرار ابراهيم نور الدين هيكون ايه. وهذه تهور، ادي مشهد تاني، ادي مشهد تاني ما نحبش نشوفه. اعتراضات، وجمهور الفيصلي الاردني 5 اهداف. الوقت الاضافي بيميل ناحيه الترجي، وبوظ اداؤه الحلو اللي قدمه منذ بدايه. شرف الحقيقه لنادي الترجي والكل عربي هذه البطوله الناجحه الحقيقه، ما عدا بعض مشاهد في اللحظات الاخيره. ولكن نادي الترجي ولحظه الاحتفال خليل شمام على استاد الاسكندريه، كاس لفال حسن على نادي الترجي التونسي، بيفوز بثلاثيه على نادي الفيصلي باهداف اللاعب سعد بجير وزوادي بهدف ثالث. 3 اهداف، اقوى هجوم نادي الترجي التونسي في هذه النسخه. وايضا اللاعب البديل اللي قدر يسجل ايضا اللاعب فخر الدين بن يوسف، نزل كبديل وساعد فريق في احراز الهدف الثالث في الوقت الاضافي الاول.
احتفال من لاعبي نادي الترجي بالفوز بالنسخة العربية اللي بنتمنى ان البطولة تتكرر. استعداد هايل، بنتابع الأندية الأوروبية في الاستعدادات قبل كل موسم. بطولات بتلعب في شرق آسيا وبتلعب في أوروبا، في كاس أودي تابعناها على اون سبورت، وأيضا بنتابع البطولة العربية. أتمنى أنها تتكرر كل عام. احتكاك قوي واستعداد قوي للموسم الجديد. وادي جان جاك تيزي في الجهاز الفني لنادي الترجي. وفرحة من الجمهور الموجود على استاد الاسكندرية، وفرحة بالكأس. شفنا طبعا لقطة حفر اسم الترجي التونسي على هذه الكأس، كأس البطولة العربية ال27 مصر 2000.